انا دائما نعود تبع منتخب فرنسا، شيء غريب ان كيف المنتخب الاسباني يلعب بدون بيدري صراحة، يعني نعم. يقدر يجيب 50% في التشكيلة، ولكن هذه شوف النظرة تاع المدرب في بعض الأحيان، وبيدري يتقبلها. يعني بيدري ورويز صراحة يعني فنيا يبدو أن فيه إرهاق أو إصابة خفيفة، فلا يغامر به المدرب، وممكن كذلك لأنه لاعب كل مباريات أساسي. ممكن يكون اختيار تكتيكي يعني، ولكن تكتيكي أفضل واحد هو بيدري. بيدري في نعم، أي تكتيك هو يدخل. غريب في بعض الأحيان. نعم. نتساءل نقول كيف يعني، ولكن المدرب ولا واحد يقدر يحاسبه، لأنه طبعاً. النتائج موجودة. يعني هدف واحد بحضور بيدري وغيابه فالنتائج موجودة. نعم. وبالتالي لا يمكن أن نتدخل في هذه الأمور. الآن عندما نتكلم على في الماضي فعلا إسبانيا فازت بأكبر عدد من المباريات أمام المنتخب الفرنسي، لكن المنتخب الفرنسي حاليا شيء آخر. حاليا نقول باللي حاليا هو أحسن منتخب في العالم. ترشحوا للفوز؟ أكيد لا أغير يعني لا، حتى يتأكد الجمهور فقط. لا ننسى. تفكرنا راح ياخذونا على السجن ولا يعني ولنفرض ان المنتخب الفرنسي ما يفوز، كل الناس تصبح تتكلم هذا ما يعرف ولا شيء. أيد فرنسا لأنه يحب فرنسا، مثل ما قالوا نحب الكرة فقط في لي ريزو سوسيو. معليش، المهم احنا نتكلم الكرة. ايش نقول ان هذا ينم على أن في جمهور كبير يتابعك عبد القادر، فعندما يكتبوا عليك يعني يتابعوك. لا صراحة احنا باش نخرج من هذا الموضوع نتكلم على موضوع اللي هو مثلا موضوع كرة القدم. صراحة عندما تشوف، أنا حبيت نسأل يعني خاصة المدربين اللي موجودين معنا. نعم. قولي زي وش هو البوست أو إكزاكتوم، كيف نسمي هذا النوع من اللاعبين؟ على الجهة اليسرى، في الوسط، كراس حربة، على الجهة هذا جوعان كرة. سي جوور ليبر بولي حر بصح حر. كيف حر يعني؟ صراحة حر يجيب الكرة يسلمها، يؤدي في دور. وانا اللي مستغرب في هذا اللاعب اللي هو تكلمنا عليه عبد القادر. لا ربما منذ البرامج الاولى قلنا هذا اكتشاف البطوله. ربما راح بوليسي جاء اصبح اساسي. ربما الكل ينتظر مبابي هو اللي راح لانه غريب، ينطلق، يراوغ بواحد السهوله، يمر مين حب يجاوب عبد القادر؟